السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. وصفتنا لنهار اليوم هي تريدة بالمرقة البيضاء. هذا الطبق هو طبق تقليدي قسنطيني، يديروه بالمرقة البيضاء بالدجاج ولا باللحم، ولا يخلطوا الدجاج واللحم. تبعوا معايا الوصفة وطريقة التحضير. نجيب البرمة نحط فيها شوية زيت وملعقة كبيرة تاع سمن، ونحط الدجاج ونروح على نار متوسطة نقليه، ومن بعد رايحة نزيد حبة تاع بصل كنت قطعتها رقيق وسنينة توم مرابية. وللتوابل رايحة نستعمل الملح والفلفل الأسود فقط. رايحة تجي المرقة بنينة، ما تزيدوش توابل أخرى. ومن بعد رايحة نضيف حمص مرنخ كنت رنخته ليلة كاملة، ونقليهم مليح حتى تذوب هذيك البصلة. ودرك نجيب ماء سخون ونمرق البرمة تاعي، ومن بعد نحطها على النار. كي نشوف هذاك الماء ولا يغلي رايحة نقص النار ونغطي البرمة ونخلي الدجاج تاعي والحمص يطيبوا. ونروح نوجد التريدة تاعنا. حنايا في قسنطينة نسميوها تريدة الموز، لخاطر كي يكونوا يخدموا فيها يقطعوها بالموز، يعني كي يخدموها في الدار. ونجيب شوية زيت ونحطه على التريدة، وبيدي رايحة نحاول اني ندخل هذاك الزيت ولا يلامس كامل الحبات تاع التريدة، باه من بعد كي نولي نفور فيها ما تعجنش. وبالنسبة للثوم اللي حطيته مع البصلة، على بالي راح يجيوني تعليقات باللي ما نحطوش الثوم في المرقة البيضاء. هي التريدة كي نطيبوها نحطوا البصلة فقط، لكن أنا بالنسبة ليا الثوم راهو مكون أساسي. كيما تشوفوا ولا كيما لاحظتوا في الوصفات تاعي ديما مع المرقة البيضاء نحط الثوم. نحس باللي الثوم يزيد في البنة ويبقى الطبخ أذواق، يعني كل واحد وكيفاش يحب يطيب. ودرك راح نجيب الكسكاس نفرغ فيه التريدة ونحطها على المرقة تفور. وهذه هي التريدة بعد ما فورتها التفويرة الأولى. راح نفرخها نحركها مليح باه تبرد، ومن بعد راح نجيب شوية مرقة كنت صفيتها ونسقي هذه التريدة بها ونخليها حتى تتشرب مليح. لهنا برك كي تفرغوا التريدة خليوها حتى تبرد، ومن بعد تسقيوها، ما تسقيوهاش وهي سخونة باه ما تعجنش. بعد ما نشوفها نشفت رايحة نجيب الكسكاس ونفرخها للمرة الثانية، ونعاود نفس الخطوة نخليها تفور ومن بعد تبرد ونسقيها بالمرقة ونخليها تزيد تشرب مليح. بعد ما تنشف للمرة الثانية راح نجيب الكسكاس ونفرخها ونفورها تفويرة أخيرة، يعني المجموع راني فورتها 3 مرات. بعد ما فارت راح نفرخها ونخليها تبرد مليح، ومن بعد نجيب المرقة وهي سخونة ونبدأ نصفي فيها على التريدة. أنا هذه هي طريقتي، يعني في الأول ديما نحط البصلة تكون مقطعة فقط، ما نربيهاش، ومن بعد كي نجي نصفيها بعد ما تكون راهي طايبة، شوفوا كيفاه راهي دايبة، رايحة بالملعقة كبيرة نمعسها فقط حتى تهبط كامل. شوفوا كيفاه، كيما راكم تشوفوا البصلة راهي هبطت كامل. رايحة نجيب ملعقة تاع زبدة ولا سمن ونحطها عليها، ومن بعد نديها على نار تكون متوسطة، نخليها تتجمر، ما تخليوهاش حتى تتفتت ولا تتعجن. يعني قيس ما تشوفوها بدات تشرب في المرقة تاعها غطيوها وخليوها حتى تشرب مليح وقدموها. كاين ناس ما يجمروهاش نهائيا، يعني يصفيو عليها المرقة ويغطيوها ويخليوها تشرب وحدها. وهذه هي وصفتنا لنهار اليوم، راهي تشهي. زينتها بالبيض والفلفل الحار، كاينين اللي يزيدوا يضيفوا لها اللحم المفروم، يعني كل واحد واش يحب ياكل. نتمنى تعجبكم، وفي الأخير ما تنساوش تشتركوا في القناة وتدعموني بجيم وتعليق، ومع السلامة.